مرحبا، أنا ماريندا من ميشيغان وهذه قصتي. الرجاء، الإعجاب والاشتراك. كانت أمي وأبي في قمة سعادتهما حين ولادتي، لكن كان أخي جيمي الأكثر سعادة. أخبرتني أمي أنه لم يتركني لثانية، بل ورفض أن يسمح لأحد بحملي باستثنائه. ذات مرة وأنا في الرابعة كنت أجلس على الأرجوحة حينما دفعني فتى أكبر مني فوقعت على الطين. لماذا فعلت هذا؟ لقد اتسخ فستاني الجديد الآن. ضحك الجميع علي، ثم بدأت أنهج فجأة وعانيت من صعوبة بالتنفس. جاء جيمي راكضا وألقى بالمثلجات على قميص الفتى وركض وهو يصرخ: هل أنت بخير يا ماريندا؟ ماذا يحدث لك؟ هرع بي للمنزل فورا وأخذني والداي للطبيب، وقال أني أعاني من الأزمة والتي تظهر في كل مرة أتوتر بها. أصبحت مهمة جيمي منذ ذلك اليوم حمايتي من أي شيء يجلب التوتر. أحببت حماية جيمي لي ونحن صغار، لكني كبرت وبدأ الأمر يزعجني، وخصوصا حينما أوضح جيمي لكل الأولاد في المدرسة بعدم الاقتراب مني. وأنا في الصف التاسع تحمست حينما طلب فتى مواعدتي أخيرا. كنت أتسلل من المنزل حينما رآني جيمي. إلى أين أنت ذاهبة بهذه الملابس؟ من أنت؟ زوجتي